السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في أحسن حال. في الفيديو ده هنتكلم شوية عن الدايت ونظام صحي شوية، وكمان أكتر نظام ممكن تخسي عليه لو انت حابة تخسي، يعني مش بسهولة، يعني بطريقة بسيطة خالص. هنعمل غدا سمك ورز بطريقة حلوة جدا مع إضافة بسيطة هتخلي طعمه حلو. اول حاجة كده قلنا نعمل فطار بسيط. ده كيس جرجير. الجرجير هنا بيكون في اكياس كده، يعني مغسول ونضيف وجاي جاهز كده في الاكياس، بس شكله غريب شوية، مش زي بتاع مصر كده ورقته كبيرة وعريضة. فتحت كيس الجرجير وجبت علبة وحطيت فيها منديل علشان احفظه في التلاجة. الطريقة دي بتحافظ على الخضار يعني فترة طويلة، والمفروض ان انتي تاكلي خضار باستمرار حتى لو انتي مش بتعملي دايت. هو نظام حياة، الأكل الصحي نظام حياة يا جماعة، مش لازم نعمل دايت علشان ناكل أكل صحي. لازم تتبعي عادات صحية في يومك، مش لازم يكون في دايت خالص، يعني لازم تاكلي الخضار باستمرار انتي وأولادك وأي حد في البيت. خلي دايما تلاجتك فيها خضار، سواء جرجير أو خس، جزر، طماطم، فلفل، خيار. كل انواع الخضار لازم تاكلي منها، خصوصا في الصيف ده في خضار كتير بتبقى مليانة مية فبتفيد الجسم وبتعوضه عن المية. فخلي الخضار دايما او السلطة كوجبة اساسية مع اي اكل، سواء في الفطار او في الغداء. بصوا بقى، انا عملت يعني بيضة، وخدت كده قطعة جبنة صغيرة خالص، وعودين جرجير. عايزه تقطعي بقى خيار او طماطم زي ما تحبي، انا ممنوعه من الطماطم بصراحه، فبحاول ان انا اكل حاجه بسيطه جدا، يعني اكلي بسيط جدا. واكتر حاجه هتخسي عليها نظام الصيام المتقطع، من اكتر الانظمه اللي بتعمل نتيجه هايله وبدون حرمان. الصيام، قصدي الدايت الصحي والمظبوط، بيبقى بتاكلي كل حاجة وبدون حرمان، بس بتقنني اكلك والكميات، بتقنني الكميات، بتاكلي بكمية محدودة، ما تاكليش كتير. قسمي وجباتك على مدار اليوم، ما تاكليش طقة واحدة على بعضها، زي ما الرسول عليه افضل الصلاة والسلام قال: ثلث لطعامك وثلث لشرابك وثلث لنفسك. ما تكتميش نفسك بالاكل، قسمي وجباتك على مدار اليوم. كده عملنا ايه؟ يعني لقمة بسيطة كده. الجرجير بقى حطيته في التلاجة. اهم حاجة شرب المية. عايزة تخسي اشربي مية، عايزة جسمك يكون مترطب وشعرك كويس، كل حاجة فيكي كويسة، اشربي مية باستمرار. يعني شوفي، المفروض 2 لتر او 3 لتر في اليوم، انت هتعايري كل ساعة كوباية مية زي دي. اهم حاجة شرب المية في نظام الدايت. وفي حاجات تانية برضو هقول لكم عليها في الفيديوهات الجاية. واهم حاجة يكون فطارك فيه بروتين. البروتين بيساعد جدا على الشبع والتخسيس ونظام صحي كمان. في وجبة سناك ما بتبقى بتبقى بين الوجبات، دي موزة ودي علبة زبادي بجوز الهند. ممكن تبقى علبة زبادي تفاحية، ممكن تبقى علبة زبادي بس، ممكن تبقى تفاحية وفنجان قهوة، ممكن تبقى تفاحية وكوباية شاي اخضر. المهم ان نبقى سناك صحي. هقول لكم برضو افكار في كل فيديو للسناك الصحي. بصوا بقى، انا فتحت التلاجة، متعودة افتح تلاجتي كده واشوف الخضار اللي فيها، يعني بخاف لحاجة تبوظ، يعني انتي اولى بكل حاجة برضو. لقيت الكوسة دي يعني بدأت لونها كده يغير، قلت لها بقى تعالي. وكمان الكوسة من الخضار الصحي والمفيدة جدا للقلب، وكمان لو انتي بتعملي دايت هتفيدك كتير. ممكن تعمليها شوربة، ممكن تعمليها طبيخ زي ما تحبي. فالكوسة من الالياف وفيها مية، نسبة مية عالية. غسلتها وحطيتها في المصفى تصفي ميتها، وبعد كده قشرتها واقطعها. في كذا طريقة لتخزين الكوسة، انا عملت اسهل طريقة فيهم ان انا قطعتها كده وشلتها في اكياس وحطيتها في الفريزر، بس لما تيجي تطلعيها على التسوية على طول، ما تسيبهاش تفك علشان ما تبوظش منك او شكلها يغير. في طريقة تانية، ممكن تشوحيها في معلقة زبدة كده على النار او معلقة سمنة وتسيبها تبرد وتحطيها في اكياس. في طريقة تانية ان انت تغليها في المية. فانا عملت اسهل طريقة فيهم كلهم. طرق ناجحة طالما في الفريزر هيحافظ عليها. وطبعا الخضار الصابح بيكون احلى كتير من المتفرز، بس انا لحقت الحاجة اللي عندي قبل ما تبوظ في التلاجة. هي دي الفكرة بس مش اكتر، وكمان ناكل خضار كتير.
هنعمل النهاردة برضو سمك. اي حد بيتبع نظام صحي او حمية غذائية او دايت لازم بيكون فيها سمك. وكمان لو انتي مش بتتبعي اي نظام لازم تاكلي سمك، لان السمك عالي جدا باوميجا 3، مفيد جدا، مفيد جدا يعني فوق ما تتخيلوا، للشعر والعظم والاعصاب والجسم، مفيد لكل حاجة. هو وجبة مشبعة. كمان غسلت السمك بدقيق وعصرت عليه ليمون وسبته يصفي الزفارة والدم اللي فيه في المص. جبت صينية قطعت فيها بصلاية، طماطماية وفلفل اخضر، وجبت توم وكمون، وهتبل الخضروات دي، وكمان هتبل السمك بيها. حاولوا على قد ما تقدروا تاكلوا مرتين في الاسبوع سمك. السمك من الحاجات الخفيفة في اكلها ومشبع ومفيد جدا زي ما قلت لكم. لازم يكون بتاكلي وجبة متكاملة بيكون فيها بروتين وخضار. انتي لكل وزن بيبقى ليه حصص من الخضار، حصص من الفاكهة، وحصص من النشويات والألبان. انتي بقى بتعرفي وزنك وبتقسمي زي ما قلت لك كده الحصص بتاعتك على مدار اليوم. المهم ان احنا بنقسم وجباتنا على 5 مرات في اليوم، ما تشبعيش في كل مرة. قسمي وجباتك علشان ما تتعبيش كمان، ونكتم المعدة بالاكل. خلي دايما اكلك خفيف كده وبسيط. هتبل السمك وطبعا هنشويه في الفرن. اهم حاجة يعني السمك بيبقى مشوي بيبقى صحي وخفيف ولذيذ، ممكن تقليه زي ما تحبي. قبل ما اعمل اي حاجة في الفرن بكون مسخنة الفرن من قبلها ب10 دقايق. السمك هسيبه حوالي ساعة في الفرن علشان يستوي كويس كده. بعصر عليه ليمون، يعني دي طريقة بسيطة جدا للسمك. والليمون السمك بيحب الليمون والكمون، فطريقة حلوة قوي بصراحة يعني. والمشوي بنحب كده نعمله في الفرن، بيكون طريقة صحية ولذيذة ومفيد زي ما قلت لكم. هجيب بقى شوية مية وعليهم معلقة صلصة وحطيتهم على السمك. هغطي وشه بورق فويل، مش عايزة تغطيه عادي. بخيت عليهم بخامين الزيت. بخاخ الزيت ده حلو جدا وبيوفر عليكي في كمية الزيت كمان. هعمل بقى رز. انت في الدايت او في العادي بتاكلي رز عادي، لكل وزن بيبقى له كم معلقة معينة او كم حصة، يعني حصة من النشويات. انت بقى بتوزعي على مدار اليوم حصص النشويات بتاعتك المطلوبة في النظام بتاعك حسب وزنك. هعمل الرز بطريقة حلوة، رز الصيادية اللي احنا متعودين عليه، وهضيف له اضافة حلوة جدا. انا متعودة ان انا اضيف الاضافة دي، فبتخلي طعمه يعني مغذي ومفيد وطعمه حلو في نفس الوقت. بخاخ الزيت ده بقى زي ما قلت لكم من الحاجات الموفرة جدا، لازم يكون موجود عندك. قطعت بصلاية في حلة على النار، رشيت عليها ملح وحطيت عليها شوية من الزيت، وهخلي البصلاية دي يبقى لونها بني، يعني ما تبقاش واخدة لون الحروقة. غسلت حوالي كوبايتين من الرز. بعد ما البصلايه هتاخد لون يعني بني غامق، بس مش غامق انا قوي، بحب اعمل مش ان هي الرز تتحرق خلاص. بالمعيار، تاخدي بالك برضو منها ما بحب اغير تحمرهاش قوي. كوبايتين على حسب عدد الافراد برضو، لاني ما بحبش افوض منه، ولو فاض بناكله تاني يوم عادي. حطيت معلقه من الصلصه وضفت حوالي كوبايتين ونص تقريبا من الميه. هسيبهم يغلوا كده لحد ما البصلايه او الميه لو يبقى لونها بني، وهبدا اضيف الرز واظبط الملح بتاعه وهدي عليه النار. فاكرين بقى الجزر اللي انا كنت مفرزاه معاكم؟ طلعت كده معلقتين كبار او جزرايه مبشوره كده. الجزر لما بضيفه مع الرز في الاخر خالص، اول ما احس ان الرز دخل في السوا بضيف له الجزرايه المبشوره، ويكمل بقى على نار هاديه. بخلي الرز يغلي غلوتين كده وبهدي عليه النار، بيستوي مع نفسه، بيبقى طعمه حلو جدا بالجزرايه دي. كده عملنا وجبة فيها بروتين، فيها نشويات، فيها خضار. وطبعا ما تنسيش طبق السلطة، مهم جدا جدا. حتى لو مش سمك، اي وجبة لازم يكون فيها طبق سلطة او خضار. شايفين بقى الرز مفلفل وجميل، وعايزه اقول لكم طعمه كان حلو قوي. بالهنا والشفا للاكل منه. ربنا يديمها نعمة ويحفظها من الزوال. ربنا يشبع كل جائع على وجه الأرض ويرزقكم من حيث لا تحتسبوا. وربنا يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. شايفين الرز بيتكلم عن نفسه، والجزراية مدية لون وطعم. جربوها ومش هتندموا. شايفين بقى السمك مستوي حلو. جربوا الرز بالطريقة اللي قلتلكم عليها. ما تنسوش بقى يا تتمشي الصبح قبل الفطار يا بعد الفطار. المهم ان انت تتمشي في اليوم، تقسمي ساعة على مدار اليوم، نص ساعة الصبح ونص ساعة اخر النهار.
انا عايزه اقول لكم ان انا مش بتمشى كتير اساسا، يعني مش بخرج كتير، بس بحاول اعمل رياضه في البيت. حاولي تعملي رياضه في البيت وتتمشي لو انت عارفه ان انت قادره ان انت تتمشي او عارفه تتمشي. ما تضيعيش فرصه المشي منك، المشي مفيد جدا. واحنا كنا خرجنا بقى كده اخر النهار شويه، زي ما انتم شايفين الشمس كانت طالعه حلوه، وجبت للولاد ايس كريم. انا ماليش في الايس كريم، ماليش في الحلويات ولا في السكريات، والشمس كانت طالعة وجميلة. ويومكم سعيد بإذن الله، وربنا يسعدكم جميعا، ودمتم في حفظ الله ورعايته وأمانه. والسلام عليكم ورحمة الله، واستنوني فيديو جديد وأفكار جديدة. يا رب يكون الفيديو عجبكم وشجعوني بكلمة، واشوفكم على خير إن شاء الله. مع السلامة.